تشوف من الارقام هذه تشعر انه دائما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا الآن تغريدة على الشاشة مثيرة للجدل من برنامج أكشن مع وليد. طبعا يقول فيها الإعلامي الكبير هاني الداود: بداية الأهلي الأصعب، الأسهل هي بداية الاتحاد ثم الهلال والنصر. فرد عليه الإعلامي الآخر محمد الشيخ ويقول له: بداية الدوري للهلال هي الأصعب لأنها ستكون مع منافسين على اللقب وهم القادسية والأهلي. والآن حان دوركم في التعليقات عشان تحددوا من هو الفريق صاحب البداية القوية خلال 5 جولات. شوفوا الجدول التالي عشان تقدروا تحددوا ذلك، وما نبغى تحيز للفريق الشخصي أو يكون ما في حيادية، لازم يكون قرارك صادق في التعليقات. الجدول يظهر أمامنا الآن. طبعا الأهلي خلال ال5 جولات، شوفوا نيوم في جدة حيجي للأهلي، طبعا مباراة غامضة والكل يعني متخوف من نيوم. الجولة الثانية الأهلي حيسافر الشرقية يقابل الاتفاق فريق صعب وصنفها مباراة صعبة أيضا. الجولة الثالثة الهلال حيجي ضيف ثقيل على الأهلي، مباراة صعبة وكلاسيك والكرة السعودية. المباراة الرابعة أو الجولة الرابعة أعتبرها راحة بالنسبة للأهلي، مع أنه الحزم يخوف شوية أنه صاعد الآن وبيثبت وجوده. الجولة الخامسة الشباب حيجي ضيف ثقيل للأهلي أيضا. الأهلي عنده نيوم زائد الاتفاق زائد الهلال زائد الشباب، 4 مباريات صعبة خلال 5 جولات. هذه بداية الأهلي، واحكموا انتم في التعليقات. نشوف بداية العميد الاتحاد في الجولات ال5 الأولى. الجدول يظهر أمامنا على الشاشة. عندك الاتحاد حيسافر لنجران يقابل الأخدود، مباراة يعني سهلة إلا إذا كان هناك مفاجأة. الجولة الثانية الاتحاد حيستضيف الفتح في جدة، والمباراة يعني أتوقع أنها متوسطة، والاتحاد إذا لعب يفوز فيها إن شاء الله. الجولة الثالثة راح يسافر فين؟ على عنيزة يقابل النجمة، مباراة أيضا في المتناول إلا إذا كان في مفاجأة في المباراة. الجولة الرابعة هي الأصعب للاتحاد من وجهة نظري الشخصية، وانتوا أيضا تؤيدوني في ذلك أتوقع. النصر حيجي جدة يقابل الاتحاد، مباراة هي الوحيدة في ال5 جولات الأولى هي الصعبة للاتحاد. المباراة الخامسة في الجولة الخامسة الفيحاء يستضيف الاتحاد، المباراة في المتناول، يعني الاتحاد عنده مباراة واحدة ضغط مع النصر خلال 5 جولات عكس الأهلي اللي عنده 4 مباريات. نشوف الهلال في الجولة الأولى يقابل الرياض في الرياض، مباراة في المتناول إلا إذا كان في مفاجأة، يعني نحترم الفرق المتوسطة والفرق الأقل من المتوسطة، لكن على الورق إنه الهلال فايز على الرياض. الجولة الثانية القادسية حيحل ضيف يعني ثقيل عنيد للهلال. القادسية أحد ال5 الكبار أو ال4 الكبار في الدوري صراحة، يعني صنفوها زي ما تصنفوها، هذه مباراة صعبة للهلال. المباراة الثالثة مباراة أصعب أيضا للهلال، بيروح جدة يقابل الأهلي بطل النخبة بطل السوبر، مباراة يعني أتمنى تكون في المستوى ونستمتع فيها سوا إن شاء الله بإذن الله، الله يطول عمارنا جميعا. الجولة الرابعة الهلال يستضيف الأخدود، مباراة في المتناول إلا إذا كان في مفاجأة. يعني المباراة في الجولة الخامسة مع الاتفاق، الهلال حيطير على الشرقية هناك يقابل الاتفاق، مباراة صراحة اعتبرها انها فوق المتوسط. الاتفاق فريق محترم ودائما يفاجئنا امام ال4 الكبار انه يعطلهم واحيانا يفوز عليهم. الهلال الان عنده كم مباراة صعبة، احسبوا معايا: الجولة الثانية مع القادسية، الثالثة مع الاهلي، الخامسة مع الاتفاق. 3 مباريات. الاهلي قلنا 4 والاصعب، والاتحاد مباراة واحدة صعبة مع النصر، والهلال عنده كم 3 مباريات. نجي للنصر، النصر حيسافر على بريدة هناك يقابل التعاون، هذه مباراة صراحة صعبة للنصر كبداية. التعاون فريق مرعب، دائما نشوف انه نتائج جيدة خصوصا مع الثلاثي الاتحاد والهلال والنصر، صراحة يعني المباريات تكون قوية مع التعاون. وفي الجولة الثانية النصر حيستضيف الخلود، مباراة في المتناول. اكتبوا تعليقاتكم يا نصراوية عن مباريات فريقكم في الجولات ال5. الجولة الثالثة عندك الرياض بالرياض يقابل النصر. الجولة الرابعة هي جولة صعبة بالنسبة للنصر، حيقابل الاتحاد في جدة، هذه المباراة أتوقع أنها الثانية صعبة للنصر.
المباراة الخامسة أو الجولة الخامسة، الفتح ضيف على النصر. شفتوا الجدول أمامكم الآن، أنا صنفته شخصيا يعني حسب وجهة نظري عفوا الشخصية. شايف الأصعب هو الأهلي، الصعب الاتحاد، أسهل مع إنه مو سهل يعني الهلال، الأسهل برضو مو سهل، بس عشان نقدر نحكم يعني في الترتيب الأسهل هو النصر صراحة في الجدول هذا. شاركونا يعني آرائكم وتعليقاتكم أسفل التعليقات. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتوقع النتائج في التعليقات تحت. مع السلامة.